من وقت للسيد جبار الياسري. باختصار شديد سيد جبار حتى نطرح ما تبقى من أسئلة بعجالة، هل هناك يعني أو من المشارك في تجويع أطفال ونساء ورجال الفلوجة؟ كل من لديه حقد تاريخي على هذه الأمة وعلى العراق تحديدا، وهم الفرس لعنهم الله والامريكان الصهاينه الذين تحالفوا معهم وجاءوا لاحتلال وتدمير العراق، هذه بالدرجه الاولى. ومن يقوم بمحاصره الفلوجه وقتل ابنائها سواء بالتجويع او بالقصف هم اعداء هذه الامه، وعلى العراقيين جميعا ان يقفوا موقف مشرف، لانه التاريخ سوف لن ينسى لهم هذه النكسه وهذه الانتكاسه الاخلاقيه والدينيه والإنسانية، لأنه هنالك أخوة لنا في الفلوجة وفي الأنبار وفي الموصل وفي كل مكان من العراق يموتون جوعا، مع تحفظنا على الفقر المدقع الذي يمر به أهلنا في النجف وكربلاء وفي المناطق الوسطى والجنوبية. ولكن هذه المدينة تحاصر وتباد إبادة جماعية لأنها رفضت الاحتلال ولأنها قاومت الاحتلال، وفيها صقور واسود العراق هنالك في عليهم في دقيقة واحدة، عذرا سيد جبار لأن الوقت انتهى.